أفواج من الموريتانيين يتوافدون على التونسي مطار نواكشوط الدولي الجديد بغرض الاطلاع على المنشأة التي طال انتظارها. معلمة جديدة تنضاف إلى معالم نواكشوط التي بدأت خلال السنوات الأخيرة ترى النور واحدة تلو الأخرى، وهذه المعلمة يفتخر بها الموريتانيون لأكثر من سبب. أولا أنها تضاهي نظيراتها في العالم. فتحت الحكومة والشركة المشرفة على أعمال البناء المجال أمام الراغبين في المشاهدة والوقوف على ما توصلت إليه الأعمال، يصبح المطار في أيام أحد أهم الوجهات السياحية والترفيهية لسكان العاصمة. كنا منين نشوف المطارات الأخرين نبكوا ونقيلوا، اليوم تمونكنا وترحمنا لأن عندنا في الحقيقة في مطار دولي كي المطارات الأخرين. عامان ونيف قضاهما الموريتانيون يتابعون الأخذ والرد بشأن المطار، سواء ما تعلق باتهامات الفساد أو حتى تسميته، لكنهم اليوم يقفون أمام المطار الممول بالكامل من الدولة الموريتانية وكأنه معلم سياحي. هو تحفة بمعنى الكلمة، تنضاف إلى إنجازات متعددة، ونتيجة لموقعه الاستراتيجي سيساهم في تنمية النقل الجوي في المنطقة بصفة عامة. انتهت عمليات تجارب الهبوط والإقلاع في مطار التونسي، والاستعدادات جارية للافتتاح الرسمي ليكون المطار الرسمي لموريتانيا، خاصة بعد استبعاد المطار القديم القابع وسط المدينة لأسباب تتعلق بالأمان وضعف البنية التحتية. رغم ما أثارته صفقة إنشاء مطار التونسي وتسميته من جدل، فإن سكان نواكشوط يرون فيه متنفسا في مدينة لا تحظى بعد بالكثير من أماكن الترفيه. فتى البخاري، سكاي نيوز عربية، نواكشوط.